بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع محمود العوام. أولا إن شاء الله في حلقات هتكون إن شاء الله حصري على القناة، وهذه الحلقات الهدف منها هو كشف أو توعية الناس من أصحاب قنوات على اليوتيوب، وهذه القنوات أصحابها يتاجرون بدين الله. أنا طبعا لولا أن الأمر يتعلق بالدين ويتعلق بتشويه الناس الدعاء ما كنت أصلا أقدمت على مثل هذا. لكن هذه الحلقات إن شاء الله طبعا اتصل بي أخ، هذا الأخ نحسبه على خير ولا نزكي على الله، اتنصب عليه أو باسم الدين، أو بمعنى أصح أنه هو كان بيدعم أولئك الأشخاص بالمال على أساس أن هذه القنوات تخدم الدين الإسلامي، تدعو إلى الله عز وجل. فكان الراجل بيتبرع ببعض المال ما تيسر له، ولكن اتضح له في النهاية بأنه الناس دول نصابين بالدليل. وعلى فكرة هو متواصل معايا من تقريبا شهر رمضان، و تكلم في كل شيء، وكل شيء مسجل. كمان أرسل لي كل الأدلة من التحويلات البنكية، تحويلات المال. وفي الحقيقة شيء محزن جدا جدا أن في بعض الناس دي، أو أولئك الناس الذين يسيئون للدعوة، بيبقى هو مثلا بيدعو إلى الله، وفي ناس بيبقى عندها همة وعندها عندها ولاء للدين، ان هو عايز يدعم اهل الدين، وعايز يدعم الدين بتاعه، وعايز بيتبرع بماله اللي هو شقيان بيه. ولكن للاسف بيواجه بعض هؤلاء النصابين اللي هم بيخلوه لو انسان ضعيف ممكن يكفر بكل شيء. طبعا يكفر بمساله الدعم والكلام ده كله. طبعا احنا كمسلمين المفترض ان احنا ندعم ديننا وندعم الدعوه للدين. فبيشوف هو في مثل هؤلاء الناس ان هم بيدعموا الدين، بيدعو الى الله عز وجل، هو بيحب يساهم علشان ياخد الاجر، ويتضح ليه في الاخر ان الناس دي نصابه وبتنصب عليه. وهو اذا امتنع بعض الشيء عن ان هو يبعت لهم دعم، بص تلاقيهم انقلبوا عليه وينكرون كل ذلك. لكن كل حاجه خلي بالكم، كل حاجه مسجله وبالادله. الراجل معاه كل الادله التي تثبت صحه كلامه. وايضا من داخل الكلام عشان يبقى الكلام واضح، لما نعرض هذه الحلقات وكلام الراجل والادله ونذكر الاسماء، انا ايضا اعطي كل من جاء اسمه في هذه الحلقات، اعطيه فرصه كامله للدفاع عن نفسه. طبعا هو دفاع عن نفسه ايه؟ هو اصلا كده الادله ثابته ضده. اقصد الادله ثابته انه تلقى دعم، وهذه الاموال التي تلقاها من الدعم ما كانش بيوديها الاماكن بتاعتها. لما انا ادعم يبقى انا المفترض مثلا بعرف انا بدعم عشان ايه، لكن هم بياخدوا الاموال دي تقريبا لنفسهم. و ناس هو الراجل نفسه بيقول لك انا ما كنتش اتخيل ان بعض الدعاء بهذه الطريقه. طبعا دول يسيئوا لكل الدعاء للاسف الشديد. واحنا اصلا هدفنا هنا التوعيه، مش هدفنا ان احنا نقول لا والله الناس بتدعموش اصحاب الدعوه، لا ندعمهم ان شاء الله. ولكن ناخد بالنا ونحاول ان احنا نسال كويس ونتاكد من شخصيات هؤلاء الناس، لان في حتى ناس ما بتطلعش بصورتها. فانت ازاي بتدعم؟ هو اولا هذا الداعم ربنا يجزيه خير ان شاء الله، طبعا يقصد الخير. ربما حميته وغيرته على دينه جعلته ما يتحققش كويس، او شايف ان قدامه انسان كويس بيدعو الى الله عز وجل، ولكن للاسف الشديد طلع عكس ما كان يتوقع. فعشان كده يا اخوانا، انا طبعا دي مقدمه للحلقات باذن الله تبارك وتعالى، وان شاء الله سنبدا في تسجيل هذه الحلقات او عرض هذه الحلقات. ولكن انا عايز بس في الاقتراحات في التعليقات تقولوا لي مثلا نخلي الحلقه كام دقيقه، لاني هي حلقات هتبقى طويله جدا
فاحنا عايزين نعرض بالدليل وندي اللي هو اللي يجي اسمه فيه هذه الحلقات تعطي له الحق الكامل في الدفاع عن نفسه، او على الاقل يعني يطلع يرد. احنا مش هنحرم اي حد خالص، وكل شيء بالدليل وكل شيء موثق بالحوالات بالتاريخ باليوم كل حاجه، حتى ب هل العمله سعوديه، او طبعا هو الاخ ده يعني بيسكن في السعوديه، اذا كانت العمله بالمصري او العمله بالسعوديه او بالدولار او الى اخر هذا الكلام. وده اللي احنا بنقوله وبنحذر منه، او بنقول للناس اتقوا الله علشان ما تشوهوش صوره الدعاء. يعني في ناس مخلصه جدا، في ناس بالفعل يعني تخدم الدين حقيقي، في كتير جدا ناس مخلصه، ناس بتتلقى هذا الدعم وتنفقه في مصاريفه الشرعيه. في ناس بيشوفوك اصحاب دعوه معينه مثلا، يعني فهو بيحط المال ده او يدعم بالمال من اجل يعني هذا الشيء او النوع الدعوه نفسها، خلاص. فبيتضح لي عكس ذلك. لكن انا مش عارف، يعني اقترح عليكم ان احنا كل حلقه ننزلها مسجله عشان خاطر نعرض الادله وكل حاجه على الكلام، والحلقه اللي بعدها ان شاء الله ممكن نعمل بث مباشر علشان خاطر لو اللي جه اسمه في الحلقه اللي هي مسجله يطلع يشارك ونديله الفرصه ان هو يتكلم ويدافع عن نفسه، ما عندناش مشكله خالص. تمام. وانا عايز اشوف يعني اقتراحاتكم او يعني ارائكم في هذا الموضوع، وان شاء الله يعني سنستضيف ايضا هذا الاخ الذي يعني حسب قوله انه صدم، وطبعا يعني فعلوا معه ما لم يجب فعله يعني بصراحه، ويعني فعلوا اشياء مش كويسه خالص على الاطلاق حسب كلامه. وان شاء الله هو يطلع يوضح كل حاجه، واحنا نعرض كل حاجه بالتسجيل بالصوت وبالادله علشان خاطر تبقى كل شيء او يبقى كل شيء موثق ولا نفتري على احد باذن الله. وانا بقول الهدف من هذه الحلقات فقط توعيه الناس، وعلشان خاطر ايضا ما تطلعش ناس تانية تسيء للدعاء وللدعوه، اللي ده لا يجب، ده حرام، لا يجوز. ما تشوهش صوره الدعاء. الدعوه الى الله من افضل الاعمال، بل الدعوه من الله هي من اعمال الرسل، هي من وظيفه الرسل عليهم الصلاه والسلام. فانت يعني بتعمل عمل جيد، يعني جيد جدا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. فما ينفعش ابدا خالص اللي بيعملوه ده خالص. عشان خاطر طولش عليكم في النقطه دي، بس انا عايز اراكم في التعليقات كده ان شاء الله، ونبدا باذن الله هذه الحلقات قريبا باذن الله تكون حصري على قناه ابو حذيفه العوام. الى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.